بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحبايبي في الصف الاول الاعدادي. النهارده هنحل امتحان محافظه سوهاج، رقم الامتحان 19 من كتاب الامتحان صفحه 55. اول سؤال عندي سؤال ايه؟ الخريطه. بيقول رقم واحد ده المحيط ايه؟ ده هو الاطلنطي اهو، ده هو الاطلنطي، لكن ده هو الهندي. طب رقم 2 بيقول لي جبال ايه؟ جبال الانديز في امريكا الجنوبيه، الانديز. رقم 3 بيقول لي دي قاره ايه؟ اسيا. طب 4 بيقول لي ده هو بحر مغلق، شايفه؟ ده هو بحر قزوين. رقم 4 ده هو بحر ايه؟ قزوين. لكن البحر الاحمر ده هو بحر داخلي. والبحر المتوسط ده اسمه البحر المتوسط. عندي هنا بحر اسمه بحر الصين، بحر خارجي. بما تفسر تعاقب ظاهرة الليل والنهار. الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها. إنما لو قال لي تعاقب فصول السنة الأربعة أقول له بسبب دوران الأرض حول الشمس. دي الإجابة الكاملة يا سنة أولى. بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة، أي الدورة اليومية. بما تفسر يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض. بسبب تقاربه مع الأرض فيه 3 حاجات: القطر والحجم والكتلة. دي الإجابة. تؤثر البراكين في تشكيل سطح الأرض. السؤال ده هو مهم جدا جدا، احفظه صم زي اسمك. أنا أتوقع إن هيجيلك في امتحان آخر السنة. حيث تخرج من فوهة البراكين المواد المنصهرة وتبرد وتتجمد هذه المواد المنصهرة من فوهة البراكين، وينشأ عنها الجبال المخروطية مثل جبل كينيا، التلال البركانية مثل تل أبو زعبل بمصر، الهضاب البركانية مثل هضبتي اليمن وأثيوبيا، الجزر البركانية مثل جزر هاواي. السؤال ده احفظه صم زي اسمه، مهم جدا. يؤخر المسافر ساعته إذا اتجه غربا. طب امتى بيقدمها؟ إذا اتجه شرقا. يبقى أنا لما بروح الشرق بقدم ساعتي. يقدم المسافر ساعته إذا اتجه شرقا، ويؤخرها إذا اتجه غربا يا سنة أولى. تنشأ السدن في غالبيتها نتيجة انفجار النجوم من العوامل الخارجية. عوامل خارجية يعني تعرية هوائية بفعل الرياح، أو تعرية نهرية بفعل المياه، أو تعرية جليدية بفعل الجليد. يعني لدم قالك العوامل الخارجية كلها تعرية لتشكيل سطح الأرض. بيقول لك البراكين ما تنفعش، الزلازل لا، الالتواءات لا، تبقى الرياح، لأن الرياح دي تعرية هوائية. طيب اكتب المصطلح الجغرافي: أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. لدم قالك أول كلمة في التعريف يا سنة أولى أنصاف دوائر، يبقى خطوط الطول من غير ما تكمل التعريف وانت مغمض. أول كلمة بدأت في التعريف أنصاف دوائر خطوط الطول. طب لو كانت أول كلمة في التعريف مكتوبة دوائر وهمية تبقى دوائر العرض. لو أول كلمة دوائر وهمية تبقى دوائر العرض. أول كلمة بدأت بأنصاف دوائر وانت مغمض خطوط الطول، لأن خطوط الطول فعلا أنصاف دوائر. طيب كواكب صلبة قريبة من الشمس أحجامها صغيرة وتمتاز بأن سرعة دورانها عالية حول الشمس. أقوله دي الكواكب الداخلية. أكمل. تعرف دائرة عرض 23.5 شمال دائرة الاستواء. لدم في الشمال يبقى مدار السرطان. لو قال لك جنوب يبقى مدار الجدي. تنحرف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، إنما في اليسار هيبقى في نصف الكرة الجنوبي. السؤال ده هو على قد ما هو سهل لكن بيجي كتير قوي في الامتحانات، وللأسف في طلبة بتتلخبط. يمين يبقى يبقى في الشمال، يسار يبقى في الجنوب. تتعامد الشمس في الاعتدالين. هما الاعتدالين؟ الربيع والخريف، لان بيتساوى في طول الليل والنهار فسميته الاعتدالين. طيب الاعتدالين الشمس هتتعامد على على دائرة الاستواء اللي هي بتقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين قد بعض، علشان كده هنلاقي يتساوى طول الليل والنهار. طيب أصغر قارات العالم مساحة استراليا،
أصغر قارات العالم مساحة استراليا. أكبر قارات العالم مساحة آسيا. ما النتائج التي ترتبت على دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 وربع يوم، اللي هي الدورة السنوية؟ أقول له تعاقب فصول السنة الأربعة في أوقات محددة من كل عام. يبقى تعاقب فصول السنة الأربعة بترتيبها المعروف. طيب، ما النتائج التي ترتبت على زيادة القطر الاستوائي عن القطر القطبي؟ حصل إيه؟ ترتب على ذلك أن أصبحت الأرض غير كاملة الاستدارة، منبعجة عند دائرة الاستواء ومفلطحة عند القطبين. مفلطحة عند القطبين. ثانيا، التاريخ صح وغلط. استخرج المصري القديم النحاس من شبه جزيرة سيناء، صح. اعتمد المصري القديم في الصناعات الخشبية على الخشب المستورد، صح. عقد الملك تحتمس الثالث أقدم معاهدة سلام في التاريخ، غلط. مش تحتمس الثالث، أكتب إيه؟ رمسيس الثاني هو اللي عمل أقدم معاهدة سلام في التاريخ، كانت مع الحيثيين. لو أنت ما صوبتش وكتبت رمسيس الثاني في الامتحان هتنقص نص درجة. لمن تنسب الأعمال الآتية؟ صاحب الهرم المدرج بسكارة زوسر. أعاد حفر قناة سيزوستريس، نخاو. قلنا أعاد، انت شاطر، نخاو. إنما لو قالك حفر على طول قناة سيزوستريت يبقى سينوسيرت الثالث هو اللي حفر القناة، لكن اللي أعاد حفرها نخاو. شيد قلعتي قمنة وسمنة، كنا لسه جايبين في سيرته سينوسيرت الثالث أصلا عمل عملين اتنين، حفر قناة سيزوستريت وشيد قلعتي قمنة وسمنة. أهمية نبات البردي، احفظ السؤال ده، هو سؤال امتحانات. أهميته يعني بيدخل في صناعة أو حيث صنع من نبات البردي الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. اهتم الملك ابن محات الثالث بشؤون الري والزراعة، أيد، حيث أقام سد اللاهون للاستفادة منه في تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة. أقام مقياسا للنيل لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب. هنكتب الإجابة دي كلها يا سنة أولى. صوب. يطلق على الدولة القديمة عصر الرخاء الاقتصادي، غلط. عصر بناء الأهرامات. أمال عصر الرخاء الاقتصادي ده بتاع الدولة الوسطى. انتشرت عبادة الإله رع في الدولة الحديثة. الدولة الحديثة آمون، لكن رع في الدولة القديمة. اكتشف المصري القديم النار في العصر الحديث؟ لا، في العصر الحجري القديم. ماذا كان يحدث إذا لم يعتقد المصري القديم في البعث والخلود؟ 1. لم يقوموا ببناء الأهرامات. 2. لم يقوموا بتحنيط جثث موتاهم. 3. لم يبنوا الأهرامات من الحجارة. 4. لم يشيدوا الأهرامات في الصحراء حيث يسود الجفاف. 5. لم يزودوا الأهرامات المقابر، لم يزودوها بالطعام والشراب والأساس الذي يحتاجه الميت في حياته الأخرى. كل ده اكتبه صح، أنا كتبت ال3 دول. ماذا يحدث إذا لم يستطيع الملك بسمتيك الأول تكوين جيش قوي؟ السؤال ده للشطار، كان هيحصل 1. لم يستطيع طرد الآشوريين من مصر. 2. لم يستطيع ضم إقليم من في الحكم. 3. لم تسترد مصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية في عهد الملك إبسماتيك الأول. نكتب دول، دي الإجابة الكاملة. يبقى ما كانش هيطرد الأشوريين، ما كانش هيعرف يضم إقليم من في الحكم، ومصر ما كانتش هتعيش في حرية واستقلال بعد ما لأن الأشوريين كانوا هيحتلوا مصر. نكتب الإجابة الكاملة دول، ال3 إجابات دول. السؤال ده سؤال للشطار. دور الملكة إياح حطب في تحرير مصر من الهكسوس. طبعا احنا حفظنا السؤال ده صم، لأن الملكة إياح حطب اتذكر اسمها كتير جدا في حل الامتحانات، ومش السنة دي بس يا سنة أولى، ده كل سنة. إياح حطب دي من الأسئلة المهمة، حيث شجعت ابنها أحمس على تحرير البلاد من الهكسوس حتى بعد استشهاد زوجها سكن الرع وابنها كاموس. دي الإجابة، واحفظ السؤال ده لأن السؤال ده مهم.
متى نشأ أول جيش نظامي في مصر الفرعونية؟ السؤال ده هو مهم. في الدولة الحديثة أول جيش منظم ومرتب كان وفي أسلحة وفي خطط كان في الدولة الحديثة، لو تفتكر تحتمس الثالث. 2 من شروط اختيار الوزير: عندي الحكمة والعدل، حسن تصريف الأمور، العلم. كل دي صفات، هتلاقي صفات الوزير كاملة كلها صفحة 169 في كتاب الشرح. لو محتاج مني أي محافظة عايز حلاه كلمني على الواتس، أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف، أو اكتب لي في التعليقات، أنا ببعت لك المحافظة. طب في سؤال ما انتش عارفه، طب في أي حاجة محتاجها، كلمني على طول. افتكر دايما إن أنا هنا موجودة علشان أساعدكم يا سنة أولى. كانت معاكم مس سمر الصاوي. لو استفدت وحسيت إن أنت استفدت من الفيديو، يا ريت تشترك في القناة وتضغط لايك، لأن ده بيساعدني وبيساندني. وشكرا ليكم يا سنة أولى.